بعض الأخطاء اللي ارتكبها تاج كانت كفيلة بأنه متخصصي لعبة الملاكمة يحكوا عليها أو يتناقلوها، وهذا الشيء أنا انسريت لما سمعته من صديقي العزيز محمود. تيم حسن ما تدرب كفاية على لعبة الملاكمة حتى يتعايش مع لعبة الملاكمة، وهذا تقصير من الممثل بأنه هو يظهر بشكل غير كافي كملاكم. طيب شو الأخطاء اللي صايرة مع تاج بالملاكمة؟ لما كان عم بيدرب الطلاب اللي عنده على وضعيات كتير خاطئة، ولما كان عم بيحرك إيديه ورجليه فهو عم بيحركهم بطريقة غير متكافئة أو غير متزامنة، ولما كان عم يضرب كيس الملاكمة بالبوكس وأصابعه مفتوحين، وهذا الشيء بيؤدي لإصابة بالغة. طبعا وهذا التوصيف سرقته من صديقي محمود الطويل اللي هو ملاكم، هو شاعر بالأصل وكاتب. طلعوا على المزيد من هذا الموضوع تزوروا صفحته ونحطها بالتعليقات، وطبعا أنا ذكرت المصادر لحتى ما يستخدم مهاراته ضدي بالانتقام مني. طيب جولات النزال اللي صارت بالملاكمة شو وضعها؟ يعني لقطات الملاكمة ما أقنعتني، المسلسل قائم كله على أنه ملاكم. طيب بما أنه ملاكم فلازم نشوف لقطات ملاكمة جميلة. أنا ما عم بشوف البوكس عم بيجي ويلامس خدود الناس. طبعا في بعض الضربات فعلا بالملاكمة أو بنزلات الملاكمة ما بتلامس، لكن بعض الضربات اللي تكون موجعة لازم تضرب وتوصل الضربة ولازم نشوفها كمشاهد. نشوف عرق عم بيطرش. انا شفت ناس ناشفين شو ملائكه ما شاء الله، يعني ما في عرق ما في شيء ابدا على انه هن تعبوا. مكياج مثل ما هو. شفنا كثير بافلام عالميه النزال كيف بيصير، شفنا بفيلم علي كلاي النزال كيف بيتصور. ما عم بقول هذا الفارق الكبير، على فكرة سامر البرقاوي اشتغل على شيء جيد أو أعلى من الجيد، لكن النزالات ما كانت مقنعة بالنسبة لي، وشفتها بأعمال تانية كانت أجمل صراحة، وكان فيها إقناع أكثر، وكان فيها احترافية الملاكمين أكثر. علما أنه اللي عم يلاكم تيم بهي الجولة هو المدرب الحقيقي لتيم، فيعني هو مدرب وملاكم أيضا، فهو عم يتلقى الضربات كملاكم حقيقي. بالطرف المقابل كمان بنشوف بعض القتالات الجميلة، وأنا صراحة عجبني قتال الترامواي. مشهد القتال كان مقنع جدا، كان مشهد رائع ومتفاعل وبتشعر فيه، وكان مونتاجه جميل ولقطاته جميلة وكان كله موفق. من ناحية أخرى تيم حسن اشتغل على لوازم الشخصية وعلى تكملات الشخصية بشكل جميل جدا، وصراحة أتقنها وأقنعني إقناع تام. شوفوا مشيته شلون بيمشي، هي مشية مبتدعة، يعني هو غير حتى مشيته، حتى طريقة حكيه وهو بيحكي عنده هيك حرف السين وكأنه حاطط شيء، أو كأنه البلاستيكة تبعت الحماية اللي هي بيحطوها بالملاكمة وكأنه هو متعود عليها عاملة معه لازم من اللوازم. أتقن الصراحة تيم حسن هي اللوازم وأقنعني جدا بدوره، اقنعني جدا بشخصيته. هو شخص غير متعلم وما بيحكي كثير وبيتصرف بإيديه فورا.